محمد، انا عايزه اعرف ايه نوعيه المشاكل اللي ممكن بتقابل حضرتك يعني انا عارفه ان الحادثه حصلت لحضرتك، قولي ممكن ايه نقدر نحلها ازاي، وايه نوعيه المشاكل اللي بتقابلكم دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحادثه 8 سنين معايا. احنا يعني الواحد ما كانش حاسس بمشاكل الناس دي قبل موضوع الحادثه. بعد موضوع الحادثه لما حصلت بدا يعيش المشاكل معاهم ايه، ويشوف ايه الازمات اللي بتحصل معاهم والكلام ده كله. طب النهارده اي حد يحب يشترك معاكي في الجمعيه يقدر يتواصل معاكم؟ طبعا عينيا الاثنين. طبعا يتعلم الحرفه، يبتدي يشترك مع حضرتك، يعمل المنتجات الجميله دي، يقدر يتواصل مع حضرتك ازاي؟ طبعا احنا مسؤولين منتزه اول ومنتزه تاني، فاحنا متشعبين لحد ريف المنتزه، بننزل بنفسنا ونجمع الداتا المستهدفه واللي عنده بنشجعهم. احنا شغالين بقى لنا 20 سنه على الارض. تمام. بيجي بيتقدم لنا الطفل اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه، بيتفتح له ملف في المشروع بصوره البطاقه بتاعت الام وصوره بطاقه الاب، لو في اثبات للاعاقه، لو حتى ما فيش اثبات اعاقه بالنسبه للحاله احنا بنشوف حضرتك بتاخديهم وبيقدروا يبقوا منتجين فعلا؟ طبعا يعني معظم الحاجات بتاعتنا دي ممكن حضرتك تعرفينا على منتجات؟ اتفضلي. بصي حضرتك، يعني احنا معانا دي مشروع CPR كرموز. اهلا يا فندم بحضرتك. اهلا. دي المدربه اللي هي كانت بتدربهم على الصناعات وعلى الحاجات دي كلها، على الشغل الخرز، شغل الخرز وشغل التريكو والمفارش، وبنشتغلوا بتاع ده هو عقاد وحلقان وخواتم، وبنصنعوا برفانات. حضرتك اللي بتدربي؟ انا بدرب على ده وزميلتي بتدرب على البرفانات. معانا الاستاذه ربابه بالعزم، رئيسه جمعيه اصحاب الاراده وعضو المجلس القومي للمراه. عايزين نتعرف، اولا نرحب بحضرتك الاول. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نتعرف على مشاركه حضرتك النهارده في المعرض. النهارده مشاركه متميزه ان شاء الله، عارضين بمنتجات مختلفه جدا مقدمينها اولادنا. احنا عندنا شغل خرز ومفارش وكروشيه ومقفولات. طبعا اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. ده كده شغل خرز مفارش، ودي كمان مفارش للسرير، وفي شنط على اخوه، وكلها اسعار متناول الجميع، وكلها منتجات هاند ميد وعمايل ايدين اولادنا من متحدثي الاعاقه. دكتوره بلال، رئيسه مبادره المراه المصريه تقود، برحب بيكي معانا يا فندم. اهلا بيكي وصباح الخير على كل الناس، ويا رب يكون يوم حلو. انا دكتوره بلال، رئيسه مبادره نون 2030 المراه المصريه تقود. طيب احنا عايزين نتعرف على مشاركه المبادره النهارده في النهارده. شايفه حضرتك طبعا المشهد ومعرض باب رزق قد ايه المشهد جميل، واولادنا منورين الدنيا. كنت عايزه اعرف راي المشاركه بتاعت حضرتك. معرض باب رزق 2 بصراحه المحافظه عامله دور جامد اساس للسياحه، طبعا برئاسه بشكل ما احنا ما يخص المرأة، بس احنا مشاركين بشهادات التقدير اللي هتتوزع على الأولاد إن شاء الله. 150 عارض، ال 150 عارض عملنا لهم 150 شهادة تقدير. دي المشاركة اللي احنا أثرنا بيها النهاردة، وبرده كان مهم بالنسبة لنا إن احنا نكون متواجدين مع زوجة. برحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزة أتعرف على نشاط حضرتك في مجال الإعاقة. اولا انا رجب جوده، مؤسس ورئيس رابطه شباب الاتحاد لخدمه ذوي الهمم بالاسكندريه، وباحث حقوقي في مجال الاعاقه. احنا النهارده ايه مشاركه حضرتك يا فندم النهارده في المعرض؟ احنا النهارده مشاركين في معرض الخاص بالهاند ميد لذوي الهمم، وده اول معرض من نوعه تحت رعايه طبعا كل الاحتفاليات دي تحت فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعايه معالي اللواء محمد شريف محافظ اسكندريه، واللواء جمال رشاد مدير اداره السياحه والمصايف. طبعا احنا اول مره نشاركوا في معرض زي كده، وزي ما قلت لحضرتك هو جديد من نوعه، فمشارك فيه جميع الجمعيات والمؤسسات اللي بتخدم ذوي الاعاقه في اسكندريه. حضرتك شاركت بايه بالظبط؟ احنا مشاركين يعني معايا اولاد بيعملوا اكسسوارات وبيعملوا كروشيه وبيعملوا اعمال هاند ميد، وطبعا في بقى سالة. ازيك يا سالة، عامله ايه؟ وانتي؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ ايه. وانتي يا حبيبتي اسمك ايه؟ جنة. ايه رايكم النهارده في المعرض؟ مبسوطين؟ تقولوا ايه للرئيس النهارده؟ السيسي. تقولوا ايه للرئيس السيسي النهارده في المعرض؟ بحب السيسي. ايوه وانتي يا حبيبتي؟ بحب السيسي. يلا بصي للكاميرا، بصي للكاميرا. بحب السين. يلا نقول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يا حي مصر. تحيا مصر.